السنغال انسحبت، هذا فيلم منسقيته السنغال من قبل المباراة. ضغط كارت يضغطون نعم. فيه. السنغال كانوا مخططين لو انطرد لاعب او اكل ركله جزاء، وباكد عليها وراح نسمعها يوما ما، كانوا مخططين لو انطرد لاعب او اخذنا ركله جزاء حننسحب 10 دقائق، وبعدين حينزل واحد كان يدربنا ويقول لنا ارجعوا فنرجع، زي مسلسلات الكرتون يعني، عارف انه بيجيك المعلم. الموضوع كوميدي كان من السنغال. لو انا ما كان الاتحاد المغربي كنت هفتح لهم الباب صراحه. يعطيكم العافيه وشو وشكرا. كان بيستوي اذا خلص اخذنا اللقب، يعطيكم العافيه شكرا. يعني شو بده يصير؟ الناس حتنسى، التاريخ حيسجل اني اخذت اللقب، خلص الموضوع. ولا حدا كان حينتقد تنظيم المغرب. المغرب نجحت في تنظيم البطوله، جماهير حاضره، بطوله ناجحه، عالميا اخذت صدى، وكنا حناخذ الكاس وبعد سنه تدخل على ويكيبيديا حتلقى المتوج المغرب، ما حدا حيسال كيف انتهى. وحتتعاقب السنغال كانت وما حتلعب كاس العالم. يعني انا باكد لك لو انسحبت من هذه المباراه ما كانت حتلعب كاس العالم 26، كان راح يتم طردها اكيد مستحيل، لانه هذا موقف تاريخي بكره القدم. منتخب ينسحب بلقاء نهائي لكاس قاري، يعني ما بنتكلم عن مباراه وديه ولا مباراه تصفيات، بنتكلم عن نهائي. فلو السنغال انسحبت، هم يعني اي حدا بيعرف، يعني الاتحاد المغربي من اشطر الناس بالاتحاد الافريقي، علاقاته جدا قويه وفاهم قوانين وكل ذلك، هو بيعرف انه ما حينسحبوا، لانه لو انسحبوا انحرموا من المونديال. صح. ونص منتخبهم هذا انشطب حرفيا 3 سنين و4 سنين، يعني حرمان دولي. فبالتالي انا اعتقد اللي حصل جدا طبيعي. ألف مبروك بالتتويج للمنتخب المغربي بكأس إفريقيا، والسنغال ما لعبتش مباراة برجولة. السلام عليكم.